السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير. النهاردة ان شاء الله هعمل لكم الرز باللبن زي اللي بنشتريه من بره واحلى، وهعمله لكم هيبقى كريمي معاكي خالص وناعم، انضف واحلى من اللي بتشتريه من بره. المقادير معانا بسيطة خالص ومكوناته سهلة. معايا اول حاجة هنا كيلو لبن حليب فلاحي مغلي، وما شلتش القشطه من عليه، قشطته كله زي ما هو كده، شايفه القشطه بتاعته. ومعايا كوبايه لبن ساقع دي هسيبها على جنب، والسكر حسب التحليه. ومعايا معلقتين نشا كبار، ومعايا كمان معلقتين كريم شانتيه، ومعايا طبعا الفانيليا، ومعايا هنا كوبايه رز منقوعه. كل كيلو لبن بياخد كوبايه رز. تعالوا بقى يلا نشوف هنعمل ايه. ونروح على البوتاجاز. اول حاجه هغلي معايا اللبن ده، هفضيه كده في حله، وهسيبه على البوتاجاز يغلي. وهنا على البوتاجاز انا حطيت اللبن، شايفه كده اللبن غلى معايا كويس اهو. انا بقى هعمله بطريقه ان انا ما افضلش اقلب فيه طول ما انا واقفه او يشيط مني في الحله او اي حاجه. لا، انا معايا الرز انا غسلاه ونقعاه قبلها بفتره، واللبن بيغلي معايا. هنزل كده بالرز، كده نزلت بالرز معايا. وهنزل بشويه سكر، انا مش عطياكي معيار للسكر، السكر ده حسب التحليه. هسيبه يغلي غلوه واحده بس مع الرز، وبعد كده اطفي واغطي عليه واسيبه حوالي نص ساعه. الرز هيشرب اللبن وهيستوي معايا، هيبقى معايا حوالي 3/4 سوا. كده مش هياخد معايا وقت، مش هفضل طول ما انا واقفه اقلب فيه وخايفه ان هو يشيط او يلزق في الحله. بالطريقه دي والرزايه تبقى شاربه اللبن معايا وطعمها يبقى احلى. كده اللبن غلي معايا، هطفي عليه النار وهغطيه وهسيبه حوالي نص ساعة زي ما قلت لك، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. ودلوقتي يكون اللبن اتنقع معايا كويس، انا سبته حوالي ساعة كده، زاد معايا. شايفة؟ عايزة اوريكي بقى الرزاية اهو كده. انا زودته بس كوبايتين لبن كمان. الرزاية دلوقتي مستوية معايا 3/4 سوا. هسيبها تغلي غلوتين كده وايدي فيها. طبعا هو مستوي معايا شوية، هكمل بس التسوية بتاعته وخلاص. ابتدي اقلب فيها كده وادوق السكر بتاعه، شوفوا محتاج سكر ولا لا. لا، هو كده معايا محتاج شوية سكر كمان. لو انتي بتقلبيه حسيتي ان هو رابط معاكي، محتاج شوية سوائل، اديله شوية لبن. عايزة تزودي كوباية مية براحتك زي ما انتي عاوزة. سيبه بس يغلي غلوتين اتنين وخلاص. كده يكون استوى معايا كويس جدا. تمام. اعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا قلتلك ان انا معايا كوبايه لبن سايباها ساقعه، دي معلقتين نشا. احط عليهم كده اللبن، كوبايه اللبن اللي معايا، وادوب النشا ده كويس. النشا لو اتحط على حاجه سخنه على طول بيمسك معاكي ويفك، ما يربطش معاكي ابدا. اقلبه كده كويس.
معايا كمان كريم شانتيه برضو هعمله مع النشا. انزل بيه هنا كده، اقلب الاتنين مع بعض. الكريم شانتيه دون بيدي طعم كريمي للرز باللبن، بيديله طعم حلو جدا ويبقى طري خالص ومعاكي كريمي خالص زي اللي بنشتريه من بره بالظبط، واحلى طبعا. انزل بقى كده بيه على الرز. اقلب بقى ايدي فيه واقلب. واحط كده ريحه قرفه. القرفه بتبقى حلوه قوي مع الرز باللبن، تديها ريحه جميله، ريحه بس كده. واخر حاجه معايا بقى الفانيليا عشان تفضل ريحتها فيها. شايفه القوام معايا؟ هو ده كده القوام اللي انا عايزاه. بس كده اطفي وابتدي اغرفه معاكي. خلاص كده، شايفه القوام بتاعه جميل قوي. ابتدي بقى كده اغرفه في الاطباق معايا. ممكن بقى تحطيه في الفرن، بس تولعي عليه الشوايه من فوق كده دقيقتين تاخد لون بس. ممكن تسيبيه زي ما هو كده. تحطي بقى على وشه اي مكسرات انت عاوزاها. وبكده اكون غرفت كل الاطباق معايا، وحطيت على وشه زبيب وجوز الهند. انت عايزه تحطي اي مكسرات حطي، مش عايزه ما تحطيش. حابه تحطيه في الفرن ممكن تحطيه في طبق بايركس او طاجن صغير، وتحطيه بس تحت الشوايه دقيقه واحده، وشه هيحمر وبس. ما شاء الله معايا كريمي وجميل جدا ما شاء الله. جربيه والله هيعجبك قوي قوي، واحلى بكتير من اللي بنشتريه من بره وبيبقى غالي ومش عارفين اذا كان نظيف ولا لا. ده احنا جايبين اللبن وغاليينه وحاجتنا في بيتنا، وما شاء الله عمل لي كميه كويسه جدا. جربيه وان شاء الله هيعجبك. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش بالاشتراك وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.